من كفره وضلاله أبى الله إلا أن يخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. فأم كلثوم بنت كانت ذكية جدا، وكانت بتحب العلم، وكانت من قلائل النساء في مكة اللي بيهتموا بالعلم. دخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكنها كتمت إيمانها عن أبيها وعن إخوتها عمارة والوليد. عمارة والوليد دول أسماء إخوتها. ويأتي موعد الهجرة ويهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم طبعا كانت بتفكر في الهجرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت خايفة من أبوها وإخوتها، فكتمت إيمانها وصبرت لفترة من الوقت حتى جاءت غزوة بدر وقتل أبوها عقبة بن أبي معيط ومات على الكفر. كبرت أم كلثوم وبقى عندها حوالي 16-17 سنة، وأصبحت في سن الزواج، وتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة، لكنها رفضت وصبرت واحتسبت، لأن كان حلمها إن هي تلحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والزواج في الوقت ده